رجعها للراجل بتاع الشوايه، راح شويها مع الطعام. تبقى مقتوله ولا مش مقتوله؟ بس بصراحه لا مش مقتولة. بس السمك ريحته حلو، يعني السمك هناك لما كنا بنجيبوه هناك واحنا هناك في البلد عشان الناس حساده بيجيبوا لنا ويبصوا فيه، بيبقى زفر كده. البلد كلها معفنه اصلا، تلاقي نفسك بتاكل سمك زفر كمان خرا. اذا خاطر البني ادمين انما ده تحس ان هو ريحته ايه بقى؟ زي الكفته كده، يعني تحس ان ايه في نظافه كده. التاني تحس انت ما جاليش عقده من السمك من شويه يعني. وحشتيني يا ام ابراهيم، كنت فين يا صبري؟ تسلم. كنت محبوسه. غني لنا يا ام ابراهيم. هو كفته ولا سمك؟ انتوا شايفين ايه ده؟ سمك. الليمون جه في وشي خلي بالك. هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني، هات ايديك تلمس فصوص السمكة النية. يا حبيبي تعالي، يا حبيبي تعالي دوق دوق، تعالى دوق خد لك صندوق، تعالى دوق خد لك صندوق سمك يا ولاد تعال. الدماغ دي يا عائلات قتلت بعضها بسببها. ليه يعني؟ المتانة دي الدماغ بيتعاركوا على بيبقى كلهم عايزين يمصمصوا الراجل الكبير اللي هو اللي هو رب الأسرة أبوهم يعني بيبقى عايز طب هي سمكة واحدة ولا بيتعاركوا على دماغ واحدة ليه؟ يتعارك بقى مع مراته على دماغ السمكة. يعني كان في سمكة بدماغ وسمكة تانية من غير دماغ. ده ما كانش في خير ولا كان في فلوس، هي سمكة واحدة للعيلة بحالها، وكل واحد فص. عيلة مكونة من 100 نفر. دماغ السمكة بقى يقوموا على بعض بالنوابيد، دب 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 فوق بعض يقتلوا بعض. لا عشان كله بيبقى طمعان في الراس دي، الراس اللي احنا بنرموها دلوقتي يقول لك يا اخي بتمصمص الراس. لا دي نعمة منكم لله يا اخي، منكم لله. ومن يوم ما قلتوا كده والخير قل والدنيا بقت ناشفه، منكم لله. دي الدماغ دي كانت في رجاله بتقتل بعضها عليها ويقسموا الورث ويفكوا بيت العيله، كل واحد يسكن لوحده من كتر ما هم زعلانين من بعض بسبب الدماغ دي. الاخوات يقاطعوا بعض والصلايف والصلفه تتطلق وتطلب الطلاق وتروح للعمده وتقول انا عايزه اتطلق، حماتي عطت لسلفتي دماغ السمكه وما عطتنيش انا. ده ما كانش اسمه عدل بقى عندهم صح؟ ايام زمان. هي بتتمصمص ازاي بقى؟ بتتاكل؟ ده انا شايفاكي تخطبي منها. لا ايوه ما تتقطع. تتمصمص كده دي. امال ياما بيوت اتخربت بسبب السمكه دي، دماغ السمكه. وانتوا تقولوا يا او مش يا ورينهم شكلها كده بعد ما اعوذ بالله ان شاء الله وعم حد مصمصه. هي دي اللي كانوا بيقتلوا بعض عشانها. هي فيها ايه يعني؟ ما فيهاش حاجة فاضية. فصين رفيعين بس كده. ام ابراهيم بتاكل المراره يا جدعان. مرة عيلة بحالي مع سبق الاصرار والترصد قتلوا بعض، توصلوا لبعض وقتلوا بعض كلهم بسبب دماغ السمكة. تقولوا لي يا خبران خبران يا الله. ابويا قال لي طعمها خطير فعلا عند البنات كده. اللي قال كده معلم. انا رحت ده اكيد حد من بتاع زمان. جماعه 100,000 تكبيسه، يلا شدوا 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 100,000 تكبيسه. انا رحت كده هنزعل. لا انا رحت الاسبوع الجاي لابويا قال لي رحت الاسبوع اللي جاي لابوك؟ قصدي اللي فات. نعم. قال لي والله اللي فات قال لي اي ساره برهوله لازم تقولها لي والا هنزعل منك وهنفضل. يا عم فكك بيها من السيره دي. اشار عن مين يعني؟ ساره وقال لي اعمل نفسك افتح التليفون واعمل نفسك ان انت هتلاقي عملت مصور البيت. وقال لي عرفني مكان العربيه فين عشان هنعمل فيها حاجه كده. انت كده فضحته. عيب يا برهولة بقى يا برهولة، عيب يا برهولة.
هو ده صوتك حقيقي؟ امال يعني يا شحتات بس يا برا والله بعد صوتي من وانا بابا بابا طلع على جنب بقى، ما تزولناش، ما يجيش هنا في خيالي ويعمل كده. خلاص يا برا كده نتروش انا. هتعدي على السرير ورا نعديك. تقعد ورا وقفل خلاص. خرابي. كان عند ابوك انسي. اما عايزين انتوا اللي تقعدوا تهوهبوا كده يا فرع يا خنسة. ما بتاكلوش ليه؟ ما احنا كلنا كشري يا جدعان. كله تاني. ام ابراهيم بتاكل المراره بتاعت السمك. مدمنة مرارة. هي فين المراره دي؟ انا عمري ما اكلت السمكه ولا جيت مراره. لا انا بنلاقي مرارة. انا نحب الكبدة لما تكون مرة. المرارة دي اللي بتبقى في الكبد صح؟ بتفرج. بقى جو. يلا يا جدعان 100,000 تدبيسه. شكلك عصبيه قوي. مين ام ابراهيم؟ لا ام ابراهيم مش عصبيه خالص. نجمة هي اللي عصبية. ده اللي انقطم رقبته ابوها. جوحتينا يا ام ابراهيم، الله يسعدك. كله معايا. يا جدعان كلامها صح بجد، السمكه كلها تحفه. امال يا ولاد. في ناس عاشقة للسمك. ادعي لي نجيب تليفون جديد. يا رب تجيبي عربية وتليفون جديد. واللي بيكبس يجيب عربية وتليفون جديد ويتجوز ويفرح ويشوف الهنا كله. كبسوا بقى. زيدوا التكبيسات يا جماعة. نجمة برج ايه؟ عايزين تعرفوا ليه يعني ازاي سمك وكشري بالليل؟ عادي يا جماعة، هي أنا مش عادي يا جدعان، مش انتوا بتاكلوه بالنهار يعني؟ هو بالمسمن بالليل يعني وعادي بالنهار؟ ما انا مش فاهم. بيتاكل الاكل في اي وقت عادي. وبعدين السمك سريع الهضم، خلي بالك. المعدة بيبقى هضمها على جد بالليل غير بالنهار، عشان كده بيقولك ما تاكليش حاجات تقيلة. حد بياكل قلب السمكة زيي ولا؟ ورولهم كده. شو قلب السمكة؟ دي ايه دي بقى البني دي؟ الكبدة دي. يا لهوي يا لهوي عليه وعلى سنينها السوداء المطينة الطين. بصوا ده ايه ده؟ فين الكاميرا؟ دي البني دي. دي كبدة دي برضه؟ هي بكبدتين ولا ايه؟ كبدة بس كبيرة. مش بنقول لك سمكة كانت مفترية. بصي بس فين المرارة بقى؟ اتفجعت من كتر الناس الوحشة. فجعوا لها مرارتها. طرشجت. كبسوا يا جماعة بالله عليكم. يلا 200,000 تكبيسة. يلا يا جماعة عشان نشوف لنا حد نلعبوا معاه جولة ولا حاجة. ايوه بيكبسوا اهو. عاش يا جدعان، تسلم ايديكم. بنت القرفانة. لا انا ما بنجرفش، انا عاملة نفسي قرفانة بس. انتوا عارفين يا جماعة انا ما عاملة بنجرفش ولا حاجة. دي دماغ تانية دي؟ لا ده في سمك خلي بالك في المطبخ. لسه في 3 هنسيبهم على الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 12، على الساعة 2 كده ولا حاجة ناكلهم تاني. هو يوم السمك ده بيبقى كله زفرة. عين السمكة. فسيخ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ قولي ايه؟ الفلفلايه دخلت ما طلعتش.
مالينا التانك بنجاح. نغسلوا ايدينا بقى. طب والجرف اللي انت عملتيه بالترابيزه ده خدي. انطري الصفرة على السجادة. انطري نعمل لكم شاي معانا؟ فضي مفيش الطبق ميه ولا السجادة. جات ولا ايه بالظبط؟ هنروح نشوف. يقولوا جاي. يلا بقى قول لي. عايزين نلموا الحاجات دي. بص الترابيزه عامله ازاي. تعرف تعمل محلالها توجع جوه لما تاكل في الأوضة اللي أنا بنام فيها. الأوضة بقت بنكهة السمك. حط الطبق على البطانية كمان يا حلاوة. مسلم اكبر ولا انتي؟ انا اكبر. اعمل بخور بيقول لك في الاوضه. بخور والله ما هيجيب نتيجة. الريحة بتسكن في الحيطان. ليه يا ابني؟ مش للدرجات دي يعني. اخوكي طبيعي، لا مش طبيعي، صناعي. أنا ذكاء اصطناعي يا جدع. حلو كده. مش باين عليه يعني، باين ان هو اكبر ولا ايه؟ بص من غير غزلة، شوف كده من غير غزلة أحسن. شوف ايه اللي يخليكوا تقولوا عليها مش طبيعي يا جدعان؟ من غير الغزل أحسن. شوف وريني. حلوة برضه من غير غاز. انت لسه بتاكل في الكشري؟ لا انا حط القشر. حط قشر اللب. اعمل لهم موسيقى بحنكه كمان. نقول عايزين موسيقى ايه؟ موسيقى اغنيه ايه يا جدعان؟ عنده فن فظيع في الموسيقى. بنعمل الموسيقى ولا الآلات الموسيقية ايوه حاجة يعني. بصوا لحن من الآخر. اعمل موسيقى اغنيه يا بابا بتاعت عمرو دياب. أغنية اللي هي رمش خطاف دي ولا اسمها؟ ايوه والله هي والله. ناقص صوت سقف بس. عارفة انت صوت سقف الجمهور ده؟ لو كان في جمهور كان غصب عنه هيسقف. ايه الثقة دي؟ فن اعملها تاني كده بس كمان، بس بقى ايه بحنجرة برضه. يلا من اول ما بيقول رمش خطاف كده. رمش خطاف مش ساحر الاصناف. يلا والله هي ولا ناقص عمرو يغني. والله هي صح. والله لو رحنا نعملها لي وغني عليها على طول هعرفها اغنيته. حلو بيسقفوا. عيب عليكم انا فنان كبير. غير الصنف. ايه الصنف ده؟ صنف الاكل. عمرو ده بيعتزل خلاص. لا مش هيعتذر. اي موسيقى في الحياة لو عايزين نعملها لكم انا جاهز اهو. انا ملحن عريض. في قشرة لباكة كانت تشكيني في زوري دلوقتي. هات حبة. ذرة. لا مش ذرة، لب. لب.
ام ابراهيم جاتا. ما عملتش الشاي لسه. حطيت 5 6 جرون قرنفل وسبته يغلي شويه مع نفسه.